وجعلناكم أمة وسطا. فالموقف الصحيح تجاه الغريزة هو إشباع هذه الغريزة وتنظيم هذا الإشباع عن طريق الشرع. إما الإنسان يتزوج زواجا دائميا، يختار امرأة ويحدد مهر وينشئ بينه وبينها العقد. تقول المرأة أنكحتك نفسي على الصداق المعلوم، هو يقول قبلت. بهاي الصيغة تحل المرأة على الرجل. زين، احنا الآن بدينا شوي شوي نلج البحث. إذا لابد من إشباع هذه الغريزة، صحيح؟ زين، تجي ظروف حاكمة قاهرة، هذا الإنسان ممكن ما يقدر يتزوج بشكل دائم. الآن في عصرنا الحاضر الشباب والشابات أكثرهم عزوبيين. الشاب أعزب 30-34 سنة أعزب، المرأة يوصل عمرها 30-34 إلى 40 سنة. أنا أعرف عازبات كثيرات، عندنا مطلقات كثيرات، عندنا هناك من مات أزواجهم، زوج الرجل ميت، زوج المرأة ميت، فهاي بقت مولاي بلا زوج. شنو الحل؟ إنسان ظروفه الاقتصادية ما تساعده على أن يتزوج دائم، ظروفه الاجتماعية، ظروفه النفسية ما تساعده يتزوج دائم. في الحالة هاي شنو يسوي؟ طبعا عندنا رواية انه ممكن يصوم، فإن الصوم كاسر للشهوة، فإن الصوم له وجاء في الحديث: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن لم يستطع فليصم، فإن الصوم له وجاء، يعني يعين على ضبط شهوته. لكن مو دائما هو الحل الصوم. الله سبحانه وتعالى أوجد لنا حلا مناسبا لإشباع هذه الغريزة الجنسية عن طريق حلال ونظيف ومشروع. فجاء موضوع المتعة وجاء حكم المتعة، فشرعها الله سبحانه وتعالى بأصل القرآن. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. هاي المتعة حللها الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك مارس المتعة. الحين إن شاء الله راح يجينا خلال البحث أن نفس رسول الله تمتع. زين، راح يجينا خلال البحث. الإمام علي كذلك تمتع. ابن بابويه يروي هاي الرواية أن عليا تمتع بامرأة من بني نهشل، نكحها متعة. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث ورد في تفسير هاي الآية: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، نزلت هم في المتعة. راح أجيكم خلال البحث إن شاء الله.